كانت سهى ماشية في الشارع وهي بتتكلم في التليفون مع صاحبتها. والله أنا قرفت وزهقت من الشغلانة دي، الواحد جاب آخره سهر ومرمطة وتهزيق من الكبير وصغير، أنا قلبي معبي. ردت عليها أميرة: يا بنتي أعمل فيكي، ما قلتلك ما تدخليش تمريض، انت اللي صممتي. أعمل ايه بقى، نصيبي، قلت قرش حلو يساعدني. أو دي جازات القرش يا ستي اللي انت بتدوري عليه. أنا بقى اتجوزت جوازة حلوة وجوزي بيصرف عليا وقاعدة متستتة، أما انت يا عيني كل شوية نبطشيات، لا سهر، كل ما أكلمك انت فين أنا في المستشفى، انت فين أنا في المستشفى، لما ببقى نهارك وليلك واحد. أهو عمل خير وهتجازى عليه، واللي عند ربنا مش بيروح يا أميرة. شغلك في بيتك مع ولادك مع عيالك وبرضه هتاخدي عليه أجر، بس انت لا غاوية مرمطة وقلة قيمة. ما خلاص بقى اللي حصل وما عادش ينفع الكلام، البلد كلها عرفت ان انا ممرضة واللي جاي طبعا في فلوسي. قال ايه عايزني اللي انا اللي اسنده مش هو اللي يسندني، وانا اصلا ما انت عارفة مرتبي مش بيكفيني انا وامي اكل وعلاج. يبقى خلاص بقى ارضى بنصيبي واسكت. حصل يا اختي، بس انتي مش كنتي سهرانة رايحة الصبح تاني ليه؟ ما اعرفش، المدير المستشفى اتصل عليا وقال انه عاوزني في موضوع مهم. لا يكون هيتجوزك يا بيت؟ لا يا اختي ده راجل كبير وقد ابويا. طب وماله، المهم يعيشك عيشة حلوة، انتي طايلة هتتأمري، لو اتقدم لك يبقى على خيرة الله على طول وبسرعة بقى عشان تلحقي تخلفي لك حتة عيل. لا يا حبيبتي ما خدوش انا ليه، ما اخدش شاب قدي ليه، نعيش مع بعض العمر كله، مش 2 3 الاقيه سابني وانتقل الى رحمة الله. لا 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 يا اختي لا، انا كده احسن. وبعدين انت محسساني ان انا كبيرة وعجوزة وعجزت في ايه؟ انت اللي متجوزة صغيرة وما كملتيش تعليمك وتصربعتي على الجواز واديكي اتجوزتي وخلفتي، خليكي بقى فرحانة بالانجاز اللي انت عاملاه ده. طبعا يا حبيبتي انجاز حد طايل يتستت في بيت ويخلف وطلباته تيجي لحد عنده، بلا شغل بلا تعليم بلا قرف. بقولك ايه، انا هقفل معاكي وروحي انتي بقى، هبقى اتصل عليكي بالليل اصل ابني صاحي. وفعلا قفلت معاها اميره، وسوى كانت متضايقه جدا لانها دايما بتقصد كل شويه تقول ان هي متمرمطه وانها متهانه وان هي كمان مش متجوزه. وفعلا وصلت المستشفى الخاصه اللي هي بتشتغل فيها، ولما دخلت للمدير قعدت: بصي يا سوى، انتي من الممرضات المحترمين جدا وبقالك كام سنه معانا، وانا عارف كويس انتي لا متجوزه ولا مخطوبه. اتفاجئت سهى من كلامه وابتدت تفكر في كلام أميرة وقالت في سرها: معقول فعلا ناوي يتجوزني؟ طب ايه، اوافق ولا لأ؟ ويا ترى مراته هتوافق ولا لأ؟ لا 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 لا، البت أميرة هتشمت فيا وتفضل تقول هي متجوزة شاب في سنها وانا واخدة راجل عجوز. سوى انتي معايا؟ مع حضرتك. في والدة مريض كلمتني وقالت لي ابنها مريض وعاجز ومحتاج ممرضة تديله العلاج فترة 1 أو 2 يعني لحد ما هي ما تسافر تعمل عملية. وبصراحة المبلغ كان كبير، وأنا عارف ظروف مامتك إن هي تعبانة ومريضة كانسر ومحتاجة مصاريف كتير. بصيت له سهى بإحراج لتفكيرها الغبي: حضرتك أنا بسيبها الفترة بتاعت الشغل اللي هنا وببقى قلقانة عليها جدا. ما أنا اتكلمت معاها في الموضوع دوت وقلت لها أنا عندي ممرضة محترمة جدا ومواعيدها زي السيف، ظروف ان والدتها تعبانه شويه ومش بتقدر تسيبها. فالست كتر خيرها قالت لي بقى ايه ان في بيت صغير ملحق كده جنب فيلتها، يعني هتخرجي من الفيلا على المكان على طول. هشتغل في فيلا؟ ايوه يا ستي هتشتغلي في فيلا، وريني شطارتك. انت لو عرفتي تراضيهم وتعامليهم معامله كويسه وفعلا بقيتي منتظمه ومهتمه بصحته وعلاجه وباكله هيتبسطوا منك جدا، وكمان هتاخدي مكافأة مبلغ حلو. مش عاوز اي شكوى منك، انا اللي ضامنك. ضحكت سهى وكانت فرحانه جدا. وانا هسكن انا ومامتي في المكان اللي هم قالوا عليه؟ ايوه عشان تبقي جنبهم على طول، عشان لو ابنهم عايز حاجه تبقي انتي موجوده وتروحي وتيجي وانتي في نفس البيت. انا ما عنديش اي مانع، هروح اعرض الموضوع على والدتي وباذن الله هرد على حضرتك النهارده. هتصل عليك باذن الله بالليل. روحي. انا اسف اني ما اتكلمتش في الموضوع ده في التليفون، بس كنت عايزه اشوفك وجها لوجه كده. تعبك روحة يا فندم، بعد اذنك بقى عشان اروح اخلص اللي ورايا عشان سهرانه وجايه بالليل. مع السلامه. خرجت وهي فرحانه جدا، افتكرت كلام اميره وقال لنفسها:
اقول لك يا بت، انت عارفه ان البت اميره دي بتغيظ فيكي وبتحرق دمك. كلام اميره يترمي في الزباله. خلينا فوق للشغل. ده ممكن تكون طاقه القدر اللي اتفتحت لي. وبصت للسما ورفعت ايديها. يا رب افتحها في وشي كمان وكمان يا رب. روحت البيت وهي بتغني لمامتها. ماما يا ماما جيتلك اهو. انتي فين يا ماما؟ تعالي تعالي يا اللي مدوخاني، انا هنا. دخلت عليها حضنتها وهي بتلف بيها. اتفتحت لي طاقة القدر. يا مامتي انا فرحانة. ازاي يعني يا بنتي افهم منك؟ احكي لك يا ستي الكل. اقعدي هحكي لك من طقطق لسلام عليكم. بصي بقى، جالي شغل واحد مريض عايزة ممرضة تقعد معاه 2-3 عشان تهتم بيه، تأكله تشربه تديله علاجه وكل حاجة، واهتم بكل حاجة تخصه. ده كان شرط للدكتور محمد. وايه بقى يا ماما؟ قلت لهم على ظروفك. الدكتور محمد الله يصلح حاله لما قال لهم ان انا مرتبطة بيكي، قالوا له يعني ان في ملحق كده صغنن جنب فيلا. تخيلي انا هشتغل في فيلا عندي ناس اغنياء. وقال ايه بقى؟ ان اقدر اجيب والدتي الشهرين دول تقعدي هناك يا ماما، يعني هقعد معاكي عشان ما تبقيش لوحدك هنا، وفي نفس الوقت لو هم احتاجوني في اي وقت اكون موجوده. وانتي عارفه بقى يا ماما الاطفال الصغيرين بقى بيبقوا متعبين شويه. لو الواد ده اتعلق بيا هيبقى عاوزني على طول، فكده اطمن عليكي كل شويه وهتبقي احسن، وانا كمان هبقى تحت عينيكي. ايه ده؟ بصي يا حبيبتي، روحي انتي شوفي شغلك وانا هقعد هنا، مش هيحصل لي حاجه باذن الله. بقولك ايه بالله عليك يا ست الكل، ما تخلينيش ارفض الشغل ده. كفايه اللي اميره كل شويه تذلني وتصغرني في نفسي يا ماما. وتذلك في نفسك ليه يا حبيبتي؟ كفايه جوزها الخايب قال يعني بيصرف عليها. ما كل الرجاله بتصرف على مراتاتها وعيالها. بكره يجيلك اللي احسن منه واللي يعوضك ويهنيكي ويسعد قلبك يا بنت قلبي. يا رب يا حبيبتي يا ماما. انا هدخل بقى اطبخ لقمه حلوه كده وانضف الشقه عشان انام شويه، واقوم عشان بكره بالليل ان شاء الله نلم الشنط ونمشي. بصت سؤال لمامتها عشان تشوف تفاصيل وشها هي موافقه ولا لا. لقيت امها بتبتسم وبتقول لها حاضر يا حبيبتي، ربنا يسعدك يا رب. وفعلا راحت تخلص كل اللي وراها وراحت شغلها بالليل، وراحت اخدت العنوان من الدكتور. وتاني يوم اخدت مامتها ودخلوا من بوابه الفيلا اللي كانت ضخمه جدا. الحراس مرضوش يدخلوهم غير لما اخدوا بطاقاتهم ويتاكدوا ان هم دول اللي البشوات مستنيينهم. سابت سوا مامتها في الملحق الصغير اللي موجودين فيه وراحت مع الحرس عشان تقابل الهانم ام الطفل اللي جايه تعتني بيه. وفعلا دخلت المكتب لقيتها قاعده بجبروت وقوه غريبه خالد سوا تخاف منها. وهنا اتكلمت. ايه اتفضلي. قعدت سهى ومامة الطفل قالت الدكتور محمد شكر لي فيكي جدا وفي اخلاقك، وشكر لي في مواعيدك المظبوطه، وانا بحب كل حاجه تبقى بمواعيد محدده، لا تتاخري دقيقه ولا تقدمي دقيقه، فاهمه؟ وكمان هتهتمي بكل حاجه، اكله شربه علاجه ولبسه. عم عبده موجود هنا. بصت لها سهى. ليه هقلعه والبسه؟ انا عادي يعني ما تقلقيش. هو ايه اللي انتي بتقولي ده؟ تقلعي ايه وتلبسي مين؟ خلي عندك حياء شويه. فيها ايه؟ عادي يعني، انا اتعاملت مع حالات كتير زيه، كنت بغير لهم وساعات بيوصل ان انا كمان بحميهم. وهنا وقفت لها الست. اللي انتي بتقولي ده مستحيل، انتي فظيعه. يلا يلا عشان اوريكي الاوضه اللي موجود فيها ابني واعرفك عليه. بجد انا مش مصدقه ان في كده. وفعلا راحت معاه وهي عماله تفكر في كلامها وحاسه ان هي ما لقتش حاجه غلط وده العادي جدا. فتحت الباب حكمه مامة الولد ودخلت بعد ما خبطت واذن لها بالدخول. وهي استغربت سهى ان صوته خاشن. دخلت وراها واتفاجئت واتصدمت لما شافت شاب جميل سبحان من خلق وصور نايم في السرير. دي يا حبيبي الممرضه اللي هتبقى موجوده معاك في الايام اللي جايه، دي اسمها سهى. بص لها ياسر بعيون زي الصقر. ازيك يا انسه سهى؟ كانت سهى واقفه بذهول وفاتحه بقها. وهنا حكمه بصت لها بشده. مش الباشا بيسلم عليكي؟ ما تردي. ها هو ده المريض؟ بصت لها حكمه وقالت هو انتي غبيه؟ ما قلتلك ان هو ده ابني. لطمت سهى على وشها لما افتكرت الكلام اللي هي قالته في المكتب
لا 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 لا. انا كنت مفكره انه صغنن، انا ما اقصدش الكلام اللي انا قلته لك في المكتب ده خالص. والله انا قصدي ان انا بعمل كده للحالات او الاطفال الصغيره. حكمه هزت دماغها وقالت مش وقته الكلام ده، اوعي الدواء مكتوب عليه العلاج في اول درج عندك. وهنا بدات حكمه تشرح لها كل حاجه عن ابنها، بيحب ايه، بيكره ايه، وطلبت منها انها تكون مرافقه ليه زي ظله، ما تسيبوش غير لما ينام بالليل الساعه 10، وتكون موجوده الساعه 6 الصبح عشان تساعده انه يقوم ويطلع الجنينه شويه. ومجرد ما خرجت حكمة وقفلت الباب، بصت سهى للباب لكن حطت ايديها على قفاها لما حست بضربة جامدة عليه، زي حاجة كده اتحدفت عليه، ولقيت آسر بيبص لها بخبث وعمل يضحك. بصي بقى يا حلوة، انت جيت لقضاكي، وانا بصراحة زي ما انت شايفاني كده عاجز، فبحب اتسلى قوي باللي بيجوا هنا يخدموني، واحنا كده شكلنا هنتسلى مع بعض حلو قوي. اتغاظت سهى من تكبره ومناخيره اللي في السما والاهانة اللي هو بينهالها. علشان حضرتك عاجز فانا بخدمك، فلازم تتكتم عشان انت محتاج لي. حس ياسر بالغضب، مسك الكوبايه من جنبه وحدفها عليها. هي بعدت في الوقت المناسب، الكوبايه اتخبطت في الباب واتدشدشت. وقفت سهى وبصت للكوبايه بخوف، ورجعت بصيت له. انت مش مشلول بس، ده انت اهبل وغبي كمان. بقول لك ايه، انا ما بحبش اتعامل مع اي مريض كده. انت ظروفك خاصه خالص، انت فعلا اهبل ومجنون. حد يعمل كده؟ طب افرض كانت جت فيا؟ كانت كلبة وراحت زي اللي كانوا موجودين قبلك. ايه اللي كانوا بيشتغلوا قبلي ماتوا؟ انت موتهم؟ اكيد زي ما هموتك انت كمان، بس خليكي عارفة انا مش مشلول زي الكل، انا غيرهم خالص. ولسه بيحرك ايده على الكوميدينو اللي جنبه كانت سهى خرجت بره الاوضه، وياسر قعد يضحك وبعد كده قال لا ده احنا نتسلى قوي، شكلها هبله. اما سهى طلعت تجري وراحت اترمت في حضن مامتها وهي عماله تترعش. مالك يا سهى بتترعشي ليه يا حبيبتي؟ لو مش مرتاحه نمشي. سابتها سهى. لا حول ولا قوه الا بالله. مالها البت دي؟ طلعت سهى الجنينه واتصلت على الدكتور محمد. انت ليه يا دكتور محمد ما قلتليش انه شاب كبير ومجنون كده يا دكتور محمد؟ ما يصحش كده، ايه مجنون دي؟ انا قلتلك اتمسكي بشغلك يا دكتور. اصل انت مش فاهم حاجه. لو انت عايزة تيجي وابعت لها ممرضة تانية انت حرة، بس صدقيني 50,000 جنيه دول انت اولى بيهم. ها؟ انت قلت كام؟ 50,000 جنيه الشهرين اللي انت هتقعدي فيهم، لانك هتبقي مسؤولة عنه من اول يوم لاخره. وهنا سهى قعدت تعيد حساباتها. خلاص ماشي يا دكتور محمد، هكمل شغل وربنا يستر. وفعلا قفلت معاه وراحت لمامتها وطمنتها عليها. طلعت تاني وفتحت الباب وقفلته بصوت عالي، وده اللي خلى ياسر بعد ما كان دخل في النوم صيح على صوت الباب. انت مجنونه؟ اسمع بقى، ان كنت انت مجنون فانا اجنن منك، ان كنت اهبل فانا اهبل منك. انا اللي همشيك هنا بنظامي، مش انت اللي هتمشيني بنظامك، فاهم ولا لا؟ والشغل ده انا مش هسيبه مهما حاولت تعمل فيا. القاتل كل اللي قبلي قال مفكرني هبله. بص لها ياسر بغضب وحط ايده تحت المخده وطلع الفرفر في وشها. وقفت سهى وهي خايفه، فكرت انه خلاص هيخلص عليها، بس دخلت امه في الوقت ده فخبى الفرفر بتاعه بسرعه. في ايه؟ انت بتعملي كده ليه؟ سهى بصت لياسر بعينيها بغضب وخبث. لا مفيش، بس ياسر بيه مش راضي ياخد الحقنه بتاعته، والحقنه دي مهمه جدا. ازاي يا ياسر كده؟ انت عارف ان الحقنه دي مهمه جدا. يلا يا سهى جهزي انت الحقنه وملكيش دعوه، ياسر هياخدها. ابتسمت بخبث وراحت طلعت حقنه وسحبتها 10 سنتي. بص ياسر لايديها ورعب. ايه كل دي؟ مش كبيره دي؟ لا انا عارفه الشغل كويس، الدراسات الجديده والتنبيهات الجديده ان الحقنه دي لازم تتاخد بالطول دوت، عشان غلط جدا اديها له بسرنجه صغيره. بصت والدة ياسر لابنها بشفقه. معلش بقى يا حبيبي اتحمل واخدها. اتحمل واخد ايه؟ اخد حقنه 10 سنتي؟ دي مش بتفهم. لو سمحت عيب كده، ازاي تقول كده؟ انا عارفه الشغل كويس، اتفضل يلا عشان تاخد الحقنه. ندهت والدة ياسر لشخص عشان يجي يمسك ياسر اللي كان رافض ياخد الحقنه تماما ومتاكد ان ده عقاب من سهى، بس في الاخر قدروا يمسكوه واديته الحقنه. كان بيبص لها بغضب وهو بيتألم. سهى خافت من نظراته، بس في نفس الوقت
فرحانة جدا. خرجت والدة آسر واللي معاها، فاتكلمت سهى لما شافت نظراته اللي بشر. بقول لك ايه، لو فكرت بعقلك تعمل حركة ما تعجبنيش صدقني هيبقى اللي جاي أسوأ من كده بكتير. أنا المسؤول عن علاجك وعن كل حاجة. سحب آسر الفرفر اللي تحت المخدة ووجهه ليها، فطلعت سهى تجري وضرب آسر بعدها بالفرفر اللي طلع في الآخر فرفر خرز بيخوف بيه اللي بيدخل. فضحك آسر على منظرها وهي بتجري، فوقفت وبصت له بغضب. طيب ماشي، انت اللي جبته لنفسك. خرجت وقفلت الباب. خاف آسر من نظرة التحدي اللي في عينيها. لا، دي شكلها مجنون ومش زي الباقيين. اما نشوف اخرتها ايه. دي بقى تديني حقنة حمير، والله لا موريكي. بعد شوية دخلت سهى ومعاها شخص ووالدته. معلش يا حبيبي، في حقنة كمان هتاخدها فيتامين عشان عظمك. ودي بقى مين اللي كاتبها؟ سهى بخبز. كلمت الدكتور اللي مسؤول على حالتك بعد ما استأذنت والدتك وخليته يكتب لك كده شوية حقن عبارة عن فيتامينات عشان عظمك كده يرم كده. ده غير بقى الحقن اللي انت مفروض تاخدها في اليوم. يعني انت كده هتاخد 4 حقن يوميا، وده صحتك عشان تتحسن الشهر ولا الشهرين اللي انا هقعد معاك فيهم عشان تبقى كويس ومرتاح. ضيقت عينها بخبز. ويمكن قبل كده مين عالم. بص لها بخوف وبص لوالدته. ماما، انا مش عايز الممرضة دي، شوفي لي اي ممرضة تانية. آسر، انت كل شوية تطفش لي واحدة، ودي بالذات اللي قدرت تقعد معاك ساعتين على بعض وانت ما قدرتش عليها. عشان كده هتفضل متابعة معاك مدة الشهرين، وانا سايبه لها كل الصلاحيات تعمل اي حاجة في مصلحتك يا حبيبي. بلع آسر ايه بخوف وبص لسهى. فراحت سهى جايبة حقنة وعبتها برضو 10 سنتي وقربت منه فعلا واديتها له بالعافية. وبعد كده خرجت سهى وهي بتبص له بانتصار. راحت قعدت مع والدتها وهي بتفكر هتعمل معاه ايه في الايام اللي جايه. بالليل طلعت عشان تديله علاجه وتديله اكله. دخلته الصينيه واول ما حطتها على السرير دلقها لها على الارض، فوقفت تدندن معاه. طن هنمسكك من رجليك ونخلص عليك. طن ونزلت تلم الصينية تاني ومسحت مكانها وراحت تديله العلاج. انا ما اكلتش. لا اكلت، والصينية راحت لهم فاضية. الاكل قدام عينيكي وقع على الارض وانت اللي مسحتيه، والصينية برضو قدام عينيك راحت لهم فاضية. يلا يلا عشان تاخد علاجك وتنام. بقولك ايه، اظبطي معايا كده. انا ممكن بلا ممكن بلا غير ممكن، انت ما تقدرش تعمل حاجة. حط الفكرة دي في دماغك كويس. حطت غصب عنه في بق الدواء وشربته. انا هتصل بوالدتي واخليها تطردك واقول لها ان انت ما جبتليش الاكل. وانا هقول لها انا جبت لك الاكل وانت اكلت، وان العلاج الجديد فتح شهيتك وعايز تاكل بزياده، والدكتور قال ان ده غلط عليك. شوف بقى امك هتصدق مين فينا، الممرضه اللي جايه لمصلحتك وخايفه عليك لا يحصل لك حاجه كده ولا كده، ولا ابنها الدلوعه؟ انا دلوعه؟ ابتسمت سهى ببرود وخرجت. تاني يوم الصبح فتحت النور الساعه 6 الصبح وفعلا صحي. صباح الطين على دماغك. صباح العسل. يلا بقى عشان تفطر في الجنينه. بس انا مش عايز افطر غير على السرير. هنده لحد بره يجي يقعدك على الكرسي. وفعلا ندهت لحد وجي حط آسر على الكرسي وخدته للجنينه. وبعد كده الخدم جابوا لهم الفطار. انا ما بحبش افطر مع حد، مش متعود. انت حر، بس انا هخلص الاكل والاكل هيتشال، وانت عارف كويس اللي مش هيجيلك اكل تاني. بص لها آسر بغضب، وبعد كده بدأ ان هو ياكل. وبعد ما خلص يسكت آسر ابدا، دلق بقيه الاكل في وشها. سهى تسكت ابدا، مسكت الميه دلقتها في وشه وعلبه السكر فوقيها وسابته في الجنينه وخدت الاكل ترجعه. اما آسر كان بيزعق ومحدش سمعه، بالذات بقى ان الدبان اتلم عليه. فضلت ساعه واقفه بعيد، وبعد كده خرجت له معاها جردل الميه كتر خيرها وقامت حتفاه فوقيه. بص لها آسر بغيظ وغضب، حاول انه يشدها عشان يضربها لكنها بعدت عنه في اخر لحظه. بعد كده راحت سحبت الكرسي بتاعه ودخلته اوضته. ندهت لحد يغير له هدومه، وبعد كده دخلت سهى قعدت قدامه. ليه بتجبرني ان اتعامل معاك معامله وحشه؟ انا مش عايزه اتعامل معاك معامله دي خالص. انا عايزه افهمك حاجه. انا هنا بقضي معاك مهمه معينه، وبعد شهرين مش هتحتاجني في حاجه، همشي. ليه بقى مصير الشهرين دول يبقوا تقال وكل شويه نعمل حاجه في بعض؟ ليك الحق انك تعملي اكتر من كده عشان انا عاجز. انا اسفه اني قلت لك كلام من ده وجرحتك قبل كده، بس انت مش هتبقى كويس غير لما تتعامل كويس مع الممرضه اللي بتيجي تقعد معاك عشان تتجهز للعمليه، عشان وقتها تبقى قادر تمشي وما تبقاش عاجز.
ولا انت حابب يعني تعيش دور الضحية على طول؟ فوق، الحياة مش كده. انت دلوقتي في ابتلاء لازم تبقى قده، واحمد ربنا ان عندك فلوس بتتعالج بيها في اي حتة. غيرك مريض وعنده امراض مزمنة وما بيقدرش هو يتعالج عشان معهوش فلوس. فوق، انت مش صغير. بعد كده سابته سهى وخرجت، وساعة الغدا جابت له الاكل وحطيته قدامه على الصينية، فمسك المعلقة وبدأ ان هو ياكل في هدوء، وبعد كده اخذ العلاج بتاعه بهدوء من غير ما يعمل اي مشاكل. عرفت سهى ان هو بيتعامل معاها معاملة جديدة وانه يتجاهلها خالص، فبدأت توقف الحقن. وبعد اسبوع كانت بتحاول تقعد دايما تتكلم معاه عشان تخفف عنه اللي هو بيحس بيه، بس هو برضه كان بيتجاهلها وبيتعامل معاها ببرود من غير اي مشاكل. نزلت من عنده في اليوم وراحت عند والدتها. اتفاجئت ان والدتها فرحانه قوي، قربت عليها وكلمتها. خير، ايه اللي حصل؟ اخيرا جالي ورث من جدك الله يرحمه، هقدر اعمل العمليه دلوقتي. طب مستنيه ايه؟ يلا عشان نستلمه ونروح نحدد مع الدكتور. بس ما ينفعش دلوقتي، انت مسؤوله عن مريض يا بنتي. صدقيني انت عندي اغلى من اي حد، المهم انت عندي. هو عنده 1000 حد يهتم بيه، لكن احنا ملناش غير بعض. هتعملي العمليه وهبقى معاكم انتوا الاتنين، بس بالله عليك يا ماما، الدقيقه اللي بتعدي بيبقى فيها خطر عليكي. ومع اصرار سهى راحت فعلا والدتها وقدرت ان هي تاخد ورثها، وراحت حددت ميعاد العمليه مع الدكتور، وراحت عشان تبلغ والده آسر باللي هيحصل. بس اتفاجئت بوالده آسر بتزعق. انتي بتقولي ايه؟ انتي جايه هنا عشان تهتمي بامك ولا بابني؟ اجلي كل حاجه تبع والدتك قدام شويه لحد ما تخلصي مأموريتك هنا مع ابني. انا اسفه لحضرتك، انا ما عنديش اغلى من مامتي، والظروف بقى اللي حكمت ان ميعاد عمليتها تبقى الايام دي. بس انا مش هرمي والدتي ولا هسيب والدتي في ظروف زي دي. انا كنت جايه عشان اقول لحضرتك اني هبقى مع ابنك ومع والدتي، شويه هنا وشويه هنا. مفيش حاجه اسمها كده. خلاص، انا اسفه لحضرتك، تقدري تشوفي ممرضه تانية لابنك. انا همشي بعد ما تلاقي ممرضه تانية. خرجت من قدام والدة آسر اللي كانت متغاظة جدا، وبدأت فعلا تعمل اتصالاتها عشان تجيب ممرضة تانية. أما سهى طلعت عند آسر، كان باين في عيونها بواقي دموع، كانت بتتعامل ببرود عكس العادة في الفترة الأخيرة. استغرب جدا منها، حاول إن هو يكلمها كذا مرة، لكن كانت بترد عليه كل مرة ببرود، وكان الحزن باين عليها. بقولك ايه، أنا هقعد أتحايل عليكي، ما تقولي ايه اللي مزعلك؟ أنا مامتي مريضة، المفروض هتعمل عملية اليومين دول ضروري، ورحت قلت لوالدتك الكلام ده، ما رضيتش. قلت لها اني اعتني بيكم انتوا الاتنين مع بعض، بس هي رفضت. طلبت مني ان انا اجل العمليه الايام ديت، وانا والدتي ممكن تروح فيها في اي وقت، وعايزه الحق اعمل لها العمليه. عشان كده قلت لها تشوف لك ممرضه تانية تتابع معاك الايام دي. انا هقعد بس معاك اليومين دول لحد ما تلاقي واحده تانية ونظبط امورها وتيجي تستلمك. هو انا شوال بطاطا بيتحدفوا لبعض؟ صرخ آسر وبيندى على والدته اللي جت على صوت صريخه. في ايه يا آسر، بتزعق كده ليه؟ لو سهى مشيت ما تجيبليش واحده تانية، مش هعمل عمليه وهفضل اعيد لك كده. بصت ام آسر بشر لسهى اللي رجعت لورا. ماما، الكلام معايا انا. والدة سهى تعمل عمليه والخدم من هنا يهتموا بيها مع بنتها، وسهى برضه هتهتم بيا، وده اخر كلام عندي. خلاص يا حبيبي، اللي انت شايفه. انا بس عملت عشان راحتك، بس كده لو انت مرتاح يبقى خلاص. خرجت والدة آسر بعد ما بصت لسهى بشر، أما سهى فبصت لآسر بفرحة. أنا متشكرة جدا من شأن وقفتك معايا، بس أنا خايفة تكون والدتك زعلت منك يعني وأكون أنا السبب. ما تخافيش، والدتي طيبة، أهم حاجة عندها سعادتي وإن أعمل العملية. هي صحيح، عملية والدتك إمتى؟ بعد بكرة بإذن الله. بإذن الله، ربنا يشفيها. وفعلا جه ميعاد عملية والدة سهى اللي كانت واقفة قدام أوضة العمليات وخايفة وبتقرأ القرآن وبتعيط. فجأة لقيتها الحرس داخلين المستشفى وواحد منه بيجر الكرسي بتاع آسر. قامت سهى وقفت وبصت له باستغراب. آسر، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت وقفتي معايا وقفة حلوة، خليتيني انتظم في علاجي عشان اقدر انا كمان اعمل العملية وامشي من تاني. مش عايزاني في الوقت ده اقف جنبك؟ ما تقلقيش، بإذن الله هتقوم بالسلامة. وفعلا بعد ما قعدوا 4 ساعات حاول آسر ان هو يقنع سهى ان هي تاكل، وكانت دايما بترفض. خرج الدكتور ساعتها وطمنها ان العمليه نجحت. سهى فرحت جدا. مبروك على نجاح العمليه والدتك يا سهى. عقبالك يا رب، وباذن الله هاجي معاك برضو. قد الكلام دوت؟ والله قد كلامي، هاجي معاك باذن الله، بس مامتي تبقى كويسه. وقعدت شهر، وفضل عمليه آسر اسبوع. كان كل يوم يخرج مع سهى والفرحه كانت باينه في عيونهم هما الاتنين.
وكانوا ماشيين بدون حرس، وسهى بتزق الكرسي بعجل. فوقف آسر وطلب سلسلة من الناس اللي بتبيع على الطريق حاجات فضة ومميزة، منظرها لفت انتباهه. خليكي لابساها دايما بقى عشان تفضلي فاكراني. وافضل فاكراك ليه؟ ما انت هتطلع من العملية زي القرد وهتقرفني وهتطلع عليا القديم والجديد. ده وعد. ضحكوا وكملوا مشي. سافرت سهى معاهم رغم اعتراض والدته، وكان الخدم بيعتنوا بوالدتها في الوقت ده في فرنسا. قعدوا في بيت يومين عقبال ما نتيجة التحاليل تطلع. ايه رايك يا سهى نخرج النهارده شويه؟ بس انا معرفش المكان هنا، وكمان انا ما بعرفش اتكلم لغات. انا بعرف، ما تخافيش، يلا. فعلا زقت الكرسي بتاعه وكانوا بيتمشوا في شوارع فرنسا فرحة. لكن وهي بتتمشى لاحظت ان الجو ابتدى يغيم. يلا بقى نرجع، الجو ابتدى يغيم قوي. ياسر كان فرحان. لا خلينا شويه، انا بقالي كتير جدا ما جيتش هنا من بعد الحادثه، تقريبا من 10 سنين. وصمم ان هم يمشي شويه، لكن اللي ما كانش متوقع ان يطلع عليهم بلطجيه. حاولوا يخطفوا سهى، حاول آسر يدافع عنها لكن ضربوه. حاول ان هو يزحف على الارض برجليه وبايديه، ومسك في رجل واحد منهم فضربه في وشه بغضب، فابتدى وشه ينزف. صرخت سهى وهي بتترجاهم يسيبوه، لكن هما ما كانش فاهمين. اتجمعوا عليه وبدأ يضربوه اكتر وهو اغمى عليه ومش حاسس باي حاجه. حاولت ان هي تبعد عنهم عشان تطلب النجده من اي حد، لكن للاسف واحد منهم شدها من شعرها وضربها على دماغها بعصايه. وفعلا خطفوا سهى ومشوا قبل ما حد يشوفهم. دخل آسر اوضه العمليات بسرعه بسبب اللي حصل له. والدة آسر بلغت الشرطه وقالت ان ممكن تكون هي اللي عملت كده. الشرطه ما صدقتش الكلام ده عشان هي غريبه في البلد، مستحيل تعمل كده، وما فيش احتمال غير ان بلطجيه هم اللي عملوا كده. بعد اسبوع فاقت سهى ولقيت نفسها في مستشفى. بصت حواليها ما لقيتش حواليها حد. افتكرت في الوقت ده اللي حصل معاها اخر مره. حاولت تقوم وهنا دخلت عليهم الممرضه وقالت: خليكي يا حبيبتي مرتاحه، الحمد لله على سلامتك الاول. ردت سهى وقالت: ازاي بتتكلمي مصري؟ انا فين؟ بتكلم مصري عشان انا مصريه، ما احنا هنا في مصر. ها؟ ازاي؟ انا اخر مره فاكراها ان طلع علينا بلطجيه وكنت في فرنسا، وآسر حصل له حاجه. طب هو جه المستشفى معايا؟ اهدي يا حبيبتي، انا كل اللي اعرفه ان هما هناك مسكوا عصابه ولقوكي معاهم، وبعد كده حققوا وعرفوا جنسيتك وانك مصريه، عالجوكي وسفروكي على مصر. وساعتها بقى وانتي من ساعه ما شرفتينا هنا وانتي فاقده الوعي بقالك اسبوع. وهنا سهى اتصدمت. طب انا عاوزه اروح النهارده. للاسف ما ينفعش، عندك شروخ في رجلك، لازم تفضلي في الجبس 2 شهر. طيب ممكن بس اطلب منك يعني تتصل على رقم مامتي اطمنها عليا؟ طبعا يا حبيبتي. بصي كده في ضابط جاي دلوقتي عشان احنا عرفنا يعني انك يعني بتخطرفي وانك قربتي تفوقي، فبلغناهم هيجوا شويه كده يستوبوكي، وانا هكون اتصلت لك على والدتك وعرفتها مكانك. وفعلا خدت منها الرقم والضابط دخل يستجوبها، وبعد نص ساعه دخلت مامتها وهي بتعيط، حضنتها. وهنا قالت سهى بدموع: وحشتيني يا ماما، ما تخافيش عليا، انا كويسه، ما تعيطيش بقى. انا كنت هموت عليكي الاسبوع دوت لما ام آسر اتصلت وقالت انك مش موجوده معاهم وحكت لي اللي حصل. سهى بعدت عن مامتها. آسر كويس؟ عمل العمليه؟ ايوه يا حبيبتي، انا سمعت ان هم عملها، بس بصراحه ما اعرفش اي حاجه عنه. اصلا انا سبت الفيلا. سبتي الفيلا ليه يا ماما؟ يعني اصل في واحده من الخدم جت قالت لي ان والدة آسر عايزه ما ترجع ما تلاقينيش. اخذت نفسها ورجعت بيتها عيطت. سهى مش عارفه تلاقيها منين ولا منين، واتاكدت انها خلاص مش هتعرف حاجه عن آسر وان كان هو كويس ولا لا بسبب والدته. عدى 2 شهر وبدأت سهى ان هي تنزل تشتغل في مهنتها تاني في المستشفى، وكل ما كانت تروح تسأل الحراس اللي على الفيلا آسر رجع ولا ما رجعش، كان يقولوا ان هو ما رجعش. قعدت 4 شهور والحال زي ما هو، وكل ما تسأل تعرف ان هو ما رجعش، لحد ما يئست وبطلت تسأل. وفي مرة استدعاها الدكتور محمد على مكتبه. بص يا ستي، في ست كبيرة ساكنة في الزمالك، ولادها طالبين ممرضة تقعد معاها، بالذات يعني هي ست وحيدة، فايه رأيك؟ هيدوكي برضك مبلغ حلو جدا كل شهر. ها؟ انا اسفة يا دكتور محمد، صدقني مش هقدر. سهى انا عارف انتي بتمري بايه كويس، انتي لازم ترجعي وترجعي بقوة. انتي روحتي بيوت كتير وكنت منقلك بيوت كويسة جدا،
انت زي بنتي يا سهى، صدقيني الشغل هناك هيبقى مريح، انت هتبقي معاهم على طول عشان علاجها. طيب ووالدتي؟ مش والدتك بقت كويسة خلاص، هتنزلي لها يوم الأجازة في الأسبوع تقعدي معاها ليل ونهار. خلاص، بس لو سمحت يا دكتور، أنا هروح بس في مواعيد، يعني هروح الصبح الساعة 10 وهمشي بعد ما اديها علاجها بالليل، وبعد كده هرجع لوالدتي عشان أبقى مرتاحة أكتر. بصي يا سهى، أنا مش عايزة أضغط عليكي خالص، انت تروحي وتشوفي النظام ايه هناك، وشوفي بقى حسب مواعيدك، بس أهم حاجة ما تتأخرش عليها. فعلا سمعت سهى الكلام، وتاني يوم راحت لشغلها، رنت الجرس وفتحت لها واحدة من الخدم. مين حضرتك؟ أنا الممرضة اللي الدكتور محمد بعتني للهانم عشان أفضل معاها الفترة دي. اتفضلي. دخلت سهى وقعدت في الصالون لحد ما جت لها تاني. اتفضلي، الهانم مستناكي جوه. فهم دخلت سهى ولما شافتها قالت: ما شاء الله، صحتك كويسة، أمال بتقولي ليه عايزة ممرضة؟ شكلك مش سهلة يا سهى من أولها كده. طيب انت عرفتي اني اسمي سهى، انا ديكي بايه يا هانم برضو؟ لا، انا اسمي زينب، قولي لي يا حاجة زينب. ابتسمت سهى، وفعلا سهى بدأت تشوف شغلها وتعرفت على الخدامة الموجودة في البيت، وحست ان هي ارتاحت معاهم. عدى شهر وسهى كانت مرتاحة جدا، بس كان كل مرة تفتكر آسر فيها كانت ساعات بتعيط غصب عنها، وبعد كده ترجع تندم انها رجعت فكرت فيه من اول وجديد. كانت مقررة انها لازم تنساه خالص بسبب اختلاف الطبقات ما بينهم، فقالت لنفسها: بس انا برضو كنت عايزة بس اطمن عليه، مش عايزة اكتر من كده، يا رب يبقى كويس. عدى اليوم وفعلا رجعت سهى متأخر لمامتها اللي كانت مستنياها، وقالت: كده مش هينفع يا سهى يا حبيبتي، اقعدي لك هناك اسبوع ما دام ما فيش هناك راجل معاكم في قلب البيت، لكن ترجعي لي كل يوم متأخر كده يا بنتي، لا ما ينفعش، انا قلبي واكلني عليكي، ما ينفعش افضل قلقانه عليكي كده كتير وانت كل يوم راجعه بالليل. يا ماما انا ما اقدرش اسيبك لوحدك يا بنتي، وايه المانع؟ انا شقتي خلاص بقدر اعملها دلوقتي وبقيت كويسه الحمد لله عن الاول كتير. روحي اقعدي هناك كده، وبعد كده يبقى تعالي لي يومين في الاسبوع. اهتمي يا بنتي بشغلك، مالكيش غيره دلوقتي، انت اغلى من اي حاجه يا امي. ربنا يهنيكي يا حبيبتي العمر كله، ويرزقك بابن الحلال اللي يستهلك. تاني يوم راحت سهى على بيت زينب، فتحت لها الخدامه: انت اتاخرتي ليه يا سهى دلوقتي؟ ليه، هو في حاجه حصلت؟ لا ابدا، بس في عزومه النهارده جوه على السفره، والحاجه زينب قالت لي ان اول ما تيجي تدخلي عشان تتغدي معاهم. لا معلش، انا واكله قبل ما اجي. لكن في الوقت ده ندهت زينب وهي بتقول: سعاد، مين اللي جه؟ سعاد كانت هترد في الوقت ده، لكن دخلت سهى عليها وعلى الضيوف وهي بتقول: انا يا ست الكل جيت عشان بعد الغدا اديكي العلاج بتاعك. وهنا اتصدمت وهي بتبص للي موجود، كان لسانها اتشل مش عارفه تنطق. يا بكاش، انا مش قايله لك يا بنتي انك هتتغدي معايا بكره؟ اتاخرتي ليه؟ سهى ما نطقتش، وبصت زينب للمكان اللي بتبص عليه سهى. ده آسر ابن اخويا الله يرحمه. اتصدمت، ما بقتش عارفه تعمل ايه، تمشي ولا تدخل وتستناها جوه، بس كل اللي تعرفه واللي عايزاه انها تهرب في الوقت ده من قدامه. لكن اتفاجئت لما آسر قام من المكان وقال: طب انا حاليا اتاخرت وورايا مشوار يا عمتي، هبقى اجيلك يوم تاني. زينب استغربت وقالت: هو انت لحقت تقعد؟ طب حتى كمل اكلك. لا، شبعت من زمان. مشي من قدامهم وسهى مش عارفه تمسك نفسها، لقت دموعها بتنزل بحزن من معاملته، وفي نفس الوقت من شوقها ليه ان هو كان وحشها، واخيرا شافته ان هو بيمشي على رجليه، واترحم شويه من احساسه بالعجز اللي كان عنده. وهنا وقفت زينب وقربت منها: لا، ده انت تحكي لي كل حاجه بقى، هو انت تعرفي يا آسر منين؟ انا لا ما اعرفوش، يلا عشان تاخدي علاجك بقى. لا انا متاكده ان في حاجه، وانا قلت لحضرتك ان مفيش حاجه وما اعرفش الاستاذ ده قبل كده. يلا بقى. بعد كده زينب خدت علاجها وما رضتش ان هي تضغط على سهى اكتر من كده. تاني يوم سهى كانت قاعده مع زينب وجرس الباب رن. هقوم افتح انا، شكله سعاد مشغوله بحاجه. ماشي يا حبيبتي. وفعلا سهى فتحت الباب واتصدمت مكانها لما شافت آسر. هي دي بقت شغلانتك الجديده ولا ايه؟ اتضايقت جدا من طريقه كلامه، فردت عليه: ما يخصكش، انت اللي يخصلك ان الباب يتفتح لك، واديني فتحت، هتدخل ولا هتمشي؟ آسر بص لها وما ردش عليها وسابته ودخلت. مين يا سهى؟ الاستاذ اللي كان هنا موجود امبارح. آسر تعالى يا حبيبي. دخل آسر وقعد مع زينب بعد ما سلم عليها. عامله ايه دلوقتي يا زينب؟ مش هتبطل قله ادبك دي؟ قولي يا عمتي يا انتي.
مش قلتلك عمتي دي بتكبرك قوي؟ هو أنا يعني صغيرة؟ بقولك ايه، انت عارفه ان انا عمري ما ناديتك بعمتي دي، انا دايما بناديكي باسمك. سهى بتبص لهم وهي بتقول في سرها: ماما عملته حلو اهو، بيضحك معاها وصحته الحمد لله بقى كويسة، اشمعنى أنا؟ لاحظ آسر ان سهى سرحانه. قومي اعملي لي حاجه اشربها. حضرتك أنا مش خدامة هنا. عيب كده يا آسر، انت تعرف هي مين؟ دي الممرضة بتاعتي. هي عارفه كويس ان دي كانت شغلانتها زمان، ولا لحقت تنسى؟ هو بس اختلاف المريض. بالظبط، أنا شغلي بيبقى مع المريض نفسه، مش كل شخص قدامي كويس أنا مش مضطرة إني أخدمه، هو يقوم يخدم نفسه. ما فرقتيش كتير، اسمها تعيش عمرك كله وانت بتخدمي، ودي هتبقى حياتك. بصيت له بقهر وغضب وحست ان الدموع بدأت تلمع في عينيها من جرحه ليها. افتكرت كل كلام أميرة اللي كان بيجرحها بنفس الشكل. قامت من مكانها ومسكت الشنطة بتاعتها ومشيت. استني يا سهى، استني يا حبيبتي، ده بيهزر معاكي، طب حقك عليا انا. لكن سهى مشيت وبصت زينب لياسر بغضب. ايه اللي انت عملته ده؟ انا عايزه افهم بقى، امبارح هي والنهارده انت، في ايه مالكم؟ وانتوا تعرفوا بعض منين؟ معرفهاش. بقول لك ايه، والله يا ياسر ما عدت هكلمك لو ما حكيت لي الموضوع كله. مش كفايه انت مشيتها دلوقتي زعلانه ومعيطه؟ هي عيطت؟ عينيها دمعت خالص، عشان كده قامت مشيت. ممكن تقولي في ايه بقى وايه حكايتكم؟ ياسر حكى لها كل حاجه من الاول وبعد كده اتكلم. وبعد ما فوت من العمليه اتفاجئت لما سالت عليها. قالت لي والدتي ان الشرطه مسكت المجرمين، وهم جم على صوتها. انكرت ان هي تعرفني، وطلبت ان هم يسفروها على مصر، وسابتني وانا في ايد الشرطه. حتى ما قالت لهمش انا مين او على اي حد من اهلي. انا اتبهدلت قوي بزياده، كان ممكن ما امشيش العمر كله بسبب الضرب اللي انا خدته. انا اتلحقت على اخر لحظه. بقول لك ايه يا ياسر، الموضوع ده ما يدخلش دماغ عيل صغير. انت قلت ان هي ما بتعرفش تتكلم لغات، ازاي بقى ان هي اتكلمت معاهم؟ حتى عقبال ما يجيبوا لها مترجم وشرطه لازم تتاكد فعلا ان هي ما تعرفكش. الموضوع كله مش داخل دماغي، ما تظلمهاش يا ابني، اتاكد الاول. بص لها ياسر بعد كده قام مشي من غير ما ينطق ولا كلمه. يا رب استرها من عندك، انا قلبي حاسس ان البنت دي مظلومه. وفعلا اتحرك ياسر وبدأ ان يعمل اتصالاته عشان يعرف ايه اللي حصل بالظبط. نروح عند سهى اللي كانت مامتها بترحب بالناس وهي بتقول: اهلا وسهلا، نورتونا والله يا جماعه. ده منورك يا حاجه والله، ده ابويا، والدتي متوفيه وماليش اخوات. ربنا يخليهولك يا ابني. دخلت سلمت على الموجودين وقعدت، وبعد شويه ابو العريس قال: طب نقرا الفاتحه بقى ونلبس دبل، انتوا بتقولوا مالكمش حد واحنا ملناش حد، يبقى على بركه الله شهر ونكون احنا جاهزين بالشقه ونجوزهم لبعض. كانت قاعده زي الميته، بس كانت موافقه على اي حاجه بيقولوها. لاحظت امها كده، بس ما فيش في ايديها حاجه تعملها بنتها اللي اصرت. وفعلا عدى شهر، وعند ياسر كان قافل عليه اوضته بعد ما عرف كل حاجه. عارف ان هي ما تخلتش عنه ولا حاجه، بالعكس دي لما جت مصر كانت في شبه غيبوبه وقعدت شهرين في الجبس. خبطت عليه والدته كذا مره وهي حاسه بالذنب، واخر مره قالت: افتح بقى يا ياسر، افتح بقى، خلينا نلحق كل حاجه، الوقت بيفوت، البنت هتتجوز النهارده. قام ياسر من مكانه بسرعه، فتح الباب وبص لها وعينه حمرا. مين دي اللي هتتجوز؟ مش وقته، يلا عشان نلحقها. شدته وخرجوا من الفيلا، ركبوا العربيه وتوجهوا لمكان الفرح. في الفرح كانت سهى قاعده بالفستان الابيض وجنبها حمدي العريس. جات لها اميره وهي شايله ابنها وسلمت عليها. بجد ما كنتش مصدقاني اليوم ده يجي، اخيرا هتتجوزي يا سهى، رغم انه مش قد كده. هو انت ما شفتيش جوزي وحلاوته؟ بس يلا ان شاء الله ما تتاخريش كده ونسمع خبر حلو قريب، اصل كل سنه بتعدي كل ما فرص الحمل بتقل. بصت لها سهى بقرف. بصي يا اميره، انا زهقت وقرفت، انا ما عدتش عايزه اعرفك تاني، امشي من قدامي. بصت لها اميره بصدمه، فزعقت سهى: قلت لك اتحركي من قدامي بدل ما اخبطك باي حاجه. طلعت تجري اميره لما حست ان سهى صادقه وممكن فعلا تعمل فيها حاجه. قعدت سهى والدموع لمعه في عينيها. بعد كده نادوا على حمدي عشان يكتبوا الكتاب. دخل ياسر في الوقت ده ومسك المايك: معلش يا جماعه، ثانيه قبل كتب الكتاب، العروسه اللي واقفه قدامكم دي كانت بتشتغل عندي ممرضه، استلفت مني مبلغ عشان عمليه والدتها وما رجعتهوش، والمبلغ كبير، وانا دلوقتي عايزه من العريس او اي حد من اهله، ودلوقتي هاخده منكم دلوقتي غصب، ورجالتي جايه في الطريق. حمدي خد ابوه وخرج، واهل العريس كلهم خرجوا وراه. سهى مصدومه باللي بيحصل، فرح لها ياسر
واخدها ووقف قدام المأذون. اكتب يا شيخنا. كانت سهى لسه هتتكلم. عرفت كل حاجة، وقبل أي عتاب نكتب الكتاب ونتعاتب في بيتنا. وبص لوالدتها وقالت موافقة يا حاجة؟ فابتسمت مامتها وهزت دماغها بالموافقة. بعد شوية المأذون قال بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بصوا لبعض وابتسموا، وحست سهى ان خلاص الحياة بتفتح لها حضنها من الجديد. ولحد هنا قصتنا خلصت. استنونا في قصة جديدة، ولو وصل معنا لحد هنا يعمل شكل القناة ولايك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.